على سبيل المثال ذاك اليوم طلبت من فقيه فر بالباسكل، مجرد فر بالباسكل ما رضى يعطيني، يجي لي شنو يا طلايبك هواية بالسوق، وبالقعد ذاك اليوم على اساس نسوي الطلابة قديمة كلش قديمة. شنو هي؟ انا اسولف لك السالفة. لعبنا دومنا بالقهوة، صاحبي سوى ربط وبيده 27 قبت عدل الله، قمتنا على والدي وقبنته، ويقول لي انه اليعقوب بالمناظرة طلع كسر. شنو اول سؤال كان لليعقوبي انه اثبت وجود الخالق، اثبت وجود الخالق. انا ايش قلت له؟ قلت له اذا الطبيعة خلقتنا ليش العالم يقولوا لي الله يطيح حظك؟ اذا الطبيعة خلقتنا يقولوا الطبيعة تطيح حظك. زين هسه عوفنا من هاي السالفة كلها. يا هل يعرف واحد يبيع عرق زين بالمنطقة، بس اللي ارجون لا تفهمون، لا تروحون بذاك الرأي، لا تفهمون غلط. اريد اروح له وانهى عن المنكر، حتى اذا يوميا هم اروح له، واذا اكو بيت بعد مالك حاب قلوا لي حتى اروح لهم، واذا اقتضى الامر ابات لاقناع البنات بالتوبة. اريد اقول لكم شغلة، اذا تجمعوا لي 5 اوراق هسهل وياكم حيل وحلل لكم شغلات. انا يمي ما لكم علاقه لا بذاك ولا بذاك، انا حلل لكم شغلات هوايه كلش بالصلاه، واسوي مثل الصلاه يوم واحد بالاسبوع، يوم واحد، هذا كل الاسبوع بس يوم واحد، واقلل لكم عدد الركعات، بس ما اريد الحكي يوصل للصرخي. تدري ليش؟ لان يظل يسوي شغلات بس على العناد. قبل فتره جمعوا له ورقه وظلوا يقولون وقفه. اما عن ممارسة الجنس مع الحيوانات فالصرخي اول مرجع حلل الجنس مع الحمير. لماذا؟ لان بعدين تأكدنا انه يا جماعة مطينة تشنفلس وحلل هاي الشغلة. من نرجع لها، ممارسة الجنس مع الحمير هي شغلة من تتنوع لها حرام جدا، بس انه راح للحوزة ما اقنعهم، والصراحة ما اقنعهم، بس سواله لعبة منا. انا حكيته قلت له ولك عيب شنو السالفة هاي؟ قال انه اذا واحد مضطر وما ادري شنو هي والاضطرار، واذا تقية يسويها. انا حاكيته والله شخصيا حاكيته. زين انتم ما مصدقيني شنو انا حاكيته؟ شوف هذا قام خل قهوه، ولكم اذا ما عاجبكم الحكي مرت الثانيه ترى افلشكم والله. انا لا مسودا ولا اكسر رجلي، والله اكسر رجلي. قواوي محترمكم وحاطكم صاكم هذا هم خل قهوه هم قام. والله العظيم بعد اللي يطب للجامعه وما يدفع فلوس اختئنيك مطايش. شنو اللغوه هاي؟ محترمكم صار ساعه ما طلعت عليكم، ما عندكم انتم مطمط يلا طلعوا برا. زين لو لا صار ساعة لا تخلوني اظل اتشنفص بالحق.